السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معايا أكلة من قلب البيت المصري، بطاية ورز معمر. تعالوا بقى نعملهم سوا. معانا بطاية حلوة كده، بصلاية وطماطمية وجزراية، نقشرهم كده ونغسلهم غسلة حلوة ونرجع. اهو حلة على النار، هنديها صدمة من كل الجوانب بحيث ان هي تنزل معانا نسبة الدهون اللي فيها، تعمل لنا شوربة دسمة وحلوة. نزلنا عليه زي ما انتوا شايفين بالبصلايه وطماطميه وورق لوري وجزرايه وحبهان شويه فلفل اسمر، ونديها صدمه على كل الجوانب عشان تنزل الدهون اللي فيها زي ما انتوا شايفين كده. انا عماله بقلبها اهوت على كل الجوانب لحد ما تاخد صدمه حلوه، تغير بس اللون كده. بدنا ننزل عليها بشويه الميه السخنين، اهم حاجه يبقوا سخنين عشان ما تجرمش مننا. تغلي غلوه حلوه كده ونرجع اوريها لكم. في ريم بيبقى على الوش لازم يتشال. نعمل بقى صينية الرز المعمر، يا حلاوتها بقى. ايوه، هو ده الدفى اللي احنا عايزين نحسه. نحط عليهم السمنة، انا بحبها مكة زي ايام ست وستك كده، وكلهم كانوا بيعملوا كده على طول. حطينا طبعا الملح والسمنة وعمكناهم في بعض. ننزل بقى باللبن، شوية مية سخنين، لازم المية السخنة تنزل عشان تسيح معايا السمنة وتخلي الملح يبوش معانا على طول، عشان ما يبقاش في حتة حادقة وحتة لا. وشوية الزيت دولت اهم حاجة علشان خاطر يطلع لك رز متفلفل. نروح بقى للبطيه بتاعتنا، نعصر عليها نص ليمونه عشان تضيع اي ريحه زفره فيها. زي ما انتوا شفتوا كده استوت اهيت، هنحمرها. نروح بقى نبص على الرز المعمر، يا حلاوته بقى، يا حلاوته وجماله وريحته اللي كانت قلب البيت. مش عايزه اقول لكم هو كان حلو قد ايه، انا هوريلكم حالا. هو الرز بيتكلم عن نفسه، والله هو بيتكلم عن نفسه بجد. يعني شوفوا، مفلفل بطريقة وطعمه كان تحفة. بطية بقى حمرناها كده وزيناها، لان العين بتاكل قبل البق. لازم نزين الاكل بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين. بالهنا والشفا.